موقف جديد جاء من هلسنكي، حيث تعتبر فنلندا المخطط المغربي للحكم الذاتي أساسا جيدا لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء بهلسنكي عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية السيدة إلينا فالتونين. زخم متواصل تشهده القضية الوطنية من شمال أوروبا. هذه المرة يأتي الموقف صريحا: المخطط المغربي للحكم الذاتي أساس جيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. هكذا صدحت فنلندا بكل وضوح من العاصمة هلسنكي عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا